السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة خمسة النهاردة جايب لكم 43 سؤال تصحيح خطأ على كل الجرامر اللي احنا خدناها في ال 3 يونتس، يونت 9 ويونت 10 ويونت 11. يعني انت كل الأسئلة اللي انت هتحلها دي ان شاء الله اكيد هيجي لك واحد منهم في امتحان شهر ابريل. اول سؤال معانا بيقول لنا don't eat all the cookies، ما تاكلش كل الكوكيز ده. طبعا don't بيجي بعدها الفعل في المصدر على طول يا مستر، يبقى don't eat. don't being late for school، ما تتأخرش على المدرسة. don't بيجي بعدها مصدر، شيل الاي ان جي هتبقى بي. turns right، اتجه يمينا. and my school is on the left، ومدرستي على اليسار. احنا بنبدأ دايما في الدايركشنز بالفعل في المصدر، بنبدأ دايما جملتنا كمان عامة بالفعل في المصدر لو بتبدأ جملة أمرية أو given directions اللي هي عطاء الاتجاهات. What is the post office please؟ It's on the right، على اليمين. يبقى بيسأل بوير، بيقول أين، لازم تقرا للآخر. turn left، اتجه يسارا. crossing the road، واعبر الطريق، المفروض اعبر، هتبقى cross. please picks up that trash، التقط القمامة دي. طبعا pick هنا بيديله أمر، طبعا الأمر عامة بيبقى في المصدر. not do waste your time، ما تهدرش وقتك. ما فيش حاجة اسمها مش هنقول not do، هنقول له don't waste your time. how do I go to the hospital؟ طبعا كيف أصل إلى، يبقى do دايما بيجي معاه مصدر، هتبقى get. don't forget to call me، ما تنساش تكلمني. don't بقى يجي بعدها ايه، مصدر يا مستر. خلاص فهمنا الحتة دي. don't forget. kept the environment clean، خلي البيئة نظيفة. طبعا احنا بنبدأ الجملة بفعل فين، في المصدر keep. asking the librarian if you need help in the library، اسأل أمين المكتبة لو أنت عايز مساعدة في المكتبة. طبعا ده بيبدأ بفعل لازم يكون في المصدر، شيل الاي ان جي. he can speaks English، هو يستطيع ان هو يتكلم انجليزي. طبعا كان بيجي بعدها الفعل في المصدر، هنكتب speak. can you helping me please، ممكن تساعدني. كان بيجي معاها مصدر، helping نشيله منها الاي ان جي تبقى help. you can fly، انت تستطيع تطير. but you can run fast، ولكن تقدر تجري بسرعة. طبعا مفيش حد بيقدر يطير، كان هتبقى can't. what can you did، ماذا تستطيع أن تفعل. كان بيجي معها مصدر، يبقى did تبقى do. I can't play football when I was 5، ما قدرتش ألعب كورة لما كان عندي 5 سنين. شايف was هترجع can't، هات النفي بتاعها بس في الماضي هتبقى couldn't. she could jumps، قبل ما اكمل could بيجي بعدها مصدر، هتبقى jump. he can't walk، ما كانش بيقدر يمشي. when he was a baby، لما كان صغير طفل. هنا was هتخليني احط التصريف التاني، يبقى كانت هتبقى couldn't. what can you buy from the supermarket yesterday؟ شايف yesterday هتخلينا اخلي كان، هخلي التصريف التاني بتاعها هتبقى could. we couldn't catching the butterfly، ما نقدرش نمسك الفراشة. couldn't بيجي بعدها مصدر، هتبقى catch، هنشيل ing. could you won the match last week، هل انت قدرت تكسب الماتش last week؟ بص هنا could معاها مصدر، won دي تصريف تاني، الانفينيتيف بتاعها هيبقى win يعني يفوز. محمد صلاح is a famous football، محمد صلاح المفروض لاعب كرة قدم. فوتبول يعني كرة قدم، هضيف لها er هتبقى footballer. drawing is a very، الرسم is a very interested hobby. hobby يعني هواية، interested يعني مهتم. لا أنا عايز أخليها بالاي ان جي، الاي دي بتبقى اي ان جي هتبقى interesting يعني شيق. I am tiring، tiring يعني متعب. لا أنا متعب، أشعر بالتعب، الاي ان جي هتبقى اي دي هتبقى tired. the farm grows fruits and vegetables، المزرعة بتزرع، لا هم الفلاح هو اللي بيزرع، يبقى ايه، farmer. the teacher was surprising when he won the first prize، يعني لا كان هو مدهش لما كسب أول جايزة، ولا كان مندهش. الاي ان جي هتبقى اي دي زي ما قلت لك، يبقى surprised. the view is، المنظر is amazed يعني مندهش، لا الاي دي هتبقى اي ان جي هتبقى amazing يعني مدهش. they are interesting، هم شيقين in climbing mountains، في تسلق الجبال. لا هتبقى interested in، interested in الاي ان جي هتبقى اي دي مهتم بيه، هتبقى interested. there is an annoyed sound، يعني صوت منزعج، لا صوت مزعج، الصوت مش هينزعج،
هتبقى annoying. الاي دي هتبقى ing. She is interesting in reading short stories. هي مهتمية المفروض بقراءة القصص القصيرة. يبقى لا ing هتبقى اي دي هتبقى interested يعني مهتم بيه. We were exciting. احنا شيقين to visit the museum لزيارة المتحف. لا طبعا excited يعني متحمسين. ندخل على الأسئلة المتعلقة بالprepositions حروف الجر. I play football with my friends. أنا بلعب كورة مع أصحابي at Fridays. لا طبعا المفروض هتبقى on Fridays. Fridays أيام تاخد on. We arrived on lunchtime yesterday. إحنا وصلنا في وقت الغداء امبارح. طبعا وقت الغداء at أو at وساعات. My sister's birthday عيد ميلاد أختي is in July 12th. إيه ده يا مستر؟ طب ما هو شهر هو واخد إيه يا مستر؟ خد بالك هو يقصد اليوم، يوم 12 جولاي. يبقى هنا on. لو لقيت بعد الشهر في تاريخ هو حطه زي كده يبقى تاخد on. هو يقصد يوم جوه الشهر. The school day finishes. اليوم الدراسي بينتهي 3 o'clock. وقت ياخد at أو at وساعات. They will visit us. هم هيزورونا midday. midday ده وقت ياخد at. midday يعني منتصف النهار. I like to have a shower. أنا حابب إن أنا آخد shower. The morning. لا طبعا in the morning, in the afternoon, in the evening. Flowers grow well. الأزهار بتنمو بطريقة جيدة. Spring الربيع يبقى in spring. in شهور وفصول وسنين ما تنساش. We go to the park. احنا بنروح الحديقة Sunday. Sunday يعني يوم الحد يعني on. She was born on 1990. طبعا تاخد in. ليه؟ سنين. I was very happy. أنا كنت سعيد. My birthday يبقى on my birthday. on أيام ومناسبات. ندخل على السفكس اللي هي IVE و OUS. I can't buy this dress. أنا ما أقدرش إن أنا أشتري الفستان ده. It's very expensive. لا طبعا هضيف لها IVE تبقى expensive وهطير الإي. Don't go near the lion. ما تقربش من الأسد. It's a danger. لا هتبقى dangerous يعني خطير. نورا always wakes up early to run. نورا دايما بتصحى بدري عشان تجري. She is لا active يعني نشيطة. وبكده يا بطل ويا بطلة سنة 5 احنا معانا 43 سؤال تصحيح خطأ. لو انت وصلت للمرحلة دي اعتقد ان الموضوع فرق معاك كتير جدا جدا في حل الأسئلة، وان شاء الله الامتحان مش هيخرج من الأسئلة اللي انت حلتها. بالتوفيق يا رب.